السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين. عام جديد، عام سعيد عليكم وعلينا وعلى الناس اجمعين. عام مليان خير وبركة كده ان شاء الله. يكون عام فرح على الناس كلها. هنعمل ايه؟ هنعمل صينية كريب جميلة جدا وتحفة وطعم خطير وبسيطة جدا معانا. وهنعمل كمان فطيرة اللبن السخن بالسكر. حاجات كده بسيطة وخفيفة ونستقبل بيها العام الجديد. نسمي بالله كده. معانا طاسة على النار، حطيت فيها 3-4 معالق زيت ذرة. ممكن تحطي سمنة زي ما انت عايزة. ونزلت عليها كده بنص كيلو لحمة مفرومة، هشوح فيها لحد ما تاخد لون معانا قبل ما احط اي مكونات عليها. اخدت كده لون معانا، نزلت عليها ببصلتين مبشورين او متقطعين قطع صغيرة. وبرضه هنشوح في البصل كويس قوي مع اللحمة. كل مكون بحطه بحب اشوحه كده شوية قبل ما احط باقي المكونات على بعضها. شوحنا كده اللحمة مع البصل، هننزل بقى ايه بفلفل اخضر وفلفل احمر حامي شوية وده اختياري. هنقلبه كمان. وكمان هنضيف ليها معلقة من الصلصة، بتدي لون حلو قوي للحمة وبتدي برضو طعم جميل جدا. قلبنا كده معلقة الصلصة مع اللحمة. هتجيبي بقى ايه طماطمايه كده، يا اما تقطعيها قطع صغيرة او تبشريها زي ما انا ببشرها كده. انا صراحة بحبها مبشورة. يا ما دوبك كده بناخد المية واللحم بتاعها ومبيبقاش باين يعني قطعة كده قوي في اللحمة. انا بشرت هنا كده الطماطمايه. هنبدأ نحط التوابل بقى بتاعتها. حطيت كده معلقة ملح صغيرة، وهحط كمان رشة من الفلفل الأسمر ورشة من الكمون، وهنبشر شوية من كوزة الطيب. وبس كده، هي دي التوابل بتاعت عصاق اللحمة بتاعتنا. هنسيبها بقى كده ايه تتعصق كده وتاخد وتدي مع بعضها على النار، ونروح نحضر الكريب بتاعنا. معايا هنا كوبايتين دقيق. هنحط كوبايتين ونص دقيق معايا في الخلاط او في الكبة. كوبايتين ونص دقيق عليهم كوبايتين ونص مية. احنا عايزين الكريب بتاعنا هنا كده ما يكونش تقيل اوي ولا خفيف اوي، عايزينه ايه وسط. كوبايتين ونص دقيق على كوبايتين ونص مية، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة سكر. وكمان هنحط بيضة، وهنحط رشة فلفل علشان البيضة اللي حطيناها. هنضرب الخليط كله كده مع بعضه. هنحط كمان 3 معالق زيت عليه، وهنضربه كمان شوية. بس كده خلص معانا كريب سهل واقتصادي جدا، يعني شوفوا ما فيهوش اي تكلفة، وهيطلع معاكي حلو قوي. احنا هنا على النار معانا طاسة، يا مطوبة كده بندهنها بالزيت بمنديل كده. انا طبعا عاملة كده شوية، كانت الكاميرا عاملة ستوب ما اخدتش بالي، فكنت عاملة كده شوية من الكريب. احنا هنا هنعمل الكريب وعايزين فيه تحميرة كده تبقى باينة فيه، لان احنا مش هناخد كل واحدة نحشيها ونحمرها لوحدها، لا احنا هنرصه في الصينية وهندخله الفرن. فانا عايزة كده كل كريبية تبقى طالعة كده ايه فيها تحميرة حلوة كده. هنخلص باقي الكمية كلها بالشكل ده. احنا بندهن يا مطوبك كده دهنة ايه بالمنديل في الصينية، اي صينية بقى موجودة عندك، المهم انها ما تكونش بتلزق. هنا خلصنا كده كمية الكريب اللي عندنا، زي ما انتوا شايفين كده طالع حلو جدا. عاملاه كده وسط مش خفيف ولا تقيل. معانا هنا حلة على النار، انا حطيت فيها 3 معالق زيت، وهنحط معلقتين سمنة كبار علشان نحضر البشاميل بتاعنا. هنحط كده على السمنة والزيت 3 معالق دقيق. ممكن تعملي بسمنة خالص، بس انا بحب صراحة احط شوية كده من الزيت مع السمنة للتحضير البشاميل. وده زيت ذرة فنوع نضيف.
حطيت طبعا ال3 معالق دقيق وشوحتهم الاول شويه، ونزلت كده عليهم بكيلو من اللبن ومرقه دجاج ورشه فلفل ورشه ملح، ونعمل حسابنا ان احنا حاطين مرقه دجاج ما نحطوش ملح كتير، ونقلبه كويس كده. اخد كده كيلو اللبن معانا بقى كده البشاميل جاهز وبقى كريمي كده زي ما انتوا شايفين. يفضل طبعا البشاميل اللي احنا نحط فلفل ابيض، بس ما كانش متاح عندي فحطيت الفلفل الاسمر. هنرص بقى كده في الصينيه، هنحط في الاول طبقه بشاميل كده في الصينيه علشان ايه؟ نثبت اول كريبايه. حطينا كده كريبايه وهنحط طبقه من البشاميل وبعدين طبقه من اللحمه، وهنحط كريبايه فوق اللحمه ونحط طبقه بشاميل، وهنفطر كده بنفس الترتيب ده لحد ما نخلص الكميه كلها. كريبايه بشاميل لحمه لحد ما الكميه اللي عندنا تخلص. كده خلصنا الكميه اللي عندنا، هنبدأ بقى ايه؟ نغطيها كده من فوق ومن الجوانب كلها بالبشاميل. كده غطيناها من جميع الجوانب، وهنرش كده فوق الوش شوية من الجبنة. عندي دي جبنة مبشورة شيدر، لو متاح جبنة حطي، مش متاح خلاص، هو كده كده البشاميل هيحمر. هنحطها بقى في الفرن على الرف الأوسط ونشوفها لو احمرت من تحت والوش لسه، هتولعي عليها الشواية تاخد لون من فوق، أو ولعي اللي فوق وتحت مع بعض، هي كده يا مدوبك عايزة بس إنها ايه؟ تتحمر. هنعمل معانا هنا بقى فطيرة اللبن السخن بلفة جلاش. اللفة دي نص كيلو، فردتها كده فوق بعضها، وهبدأ اخد ورقتين ورقتين وهتيهم بالسمنة. انا هنا معايا حوالي 4 معالق سمنة كبار او زبدة، اهم حاجة انك تكوني ايه؟ مسيحيهم. هتاخدي ورقتين ورقتين علشان ما تبقاش القطعة معاكي ولا هي تخينة ولا هي رقيقة. فانا هاخد ورقتين ورقتين كده وافضل ادني فيهم، وكل تانية لازم احط لها ادهنها السمنة بتاعتها. هتبقى عاملة كده زي قطعة مستطيلة معانا، وطبعا تقدري تعملي الشكل اللي انت عايزاه. عايزة تعمليه مربعات سمبوكسة اللي انت عايزاه. اهم حاجة بعد ما كل ما تتني تانية لازم تدهني بالسمنة. حطيت كده الكلاش فوق بعضه علشان ما نهدرش معانا في السمنة بتاعتنا، مفيش حاجة تقع برا، السمنة اللي تخرج مننا تقع على الورقة اللي تحتها. هخلص الكمية كلها بنفس الشكل ايه اللي انا بعمله ده. احنا بنشبعها هنا بالسمنة من جوه ومن بره، علشان احنا مش هنحط لها سمنة تاني وهي بتتسوى. خلاص كده خلصنا الكمية كلها. هنيجي بقى هنا كده على النار، اهم حاجة دي عايزة تتسوى على نار هادية. هنخلي البوتاجاز هادي عليها، مش عالي ومش وسط، لا هيكون ايه؟ البوتاجاز اهدى من الوسط. هنحط كده او هندهن في اول مرة كده بس دهنة بالسمنة الطاسة، بعد كده مش هندهن، لان احنا كده كده عندنا القطع بتاعتنا فيها السمنة بتاعتها. احنا بنغطي عليها ليه؟ بنغطي عليها علشان تستوي من القلب، البخار يسوينا الجلاشة من القلب، وبنطلعها باللون الذهبي اللي حضراتكم شفتوه ده. هنخلص الكمية بتاعتنا كلها بنفس الشكل. طلع معانا اهو زي ما انتوا شايفين اللون الذهبي ده حلو جدا. معايا هنا نص كيلو لبن كان مغلي، غليته على النار سخن ازاي وبيطلع البخار زي ما انتوا شايفين. النص كيلو جلاش عليه نص كيلو لبن حلو قوي على قده. حطيت بقى 5 معالق سكر، والسكر ده اختياري، هتحطي سكر زي ما انت عايزة. انا هنا حطيت 5 معالق سكر على نص كيلو لبن، وعاملة حسابي طبعا اللي انا لسه هرش عليه سكر بودرة. هنبدأ بقى ايه؟ نقلب كده في الجلاش كل قطعة كده، ونبدأ نشربها اللبن. مش هنشيله كده من الصينية دي الا ما يتشرب اللبن اللي في الصينية كله، وبعدين نحطه في طبق التقديم ونشوف هنعمل ايه. هو هنا كده معانا شرب شايفينه، وهبدأ ارش عليه كده سكر البودر اللي معانا.
هترشي كده السكر كده تملي الوش بتاعه سكر بودر. وكمان وانتي بتقدميه هتحطي في طبق جانبي سكر، واللي يعوز يزود يزود. طعمه خطير والله يا جماعة، جربوه، تحفة تحفة حقيقي بمعنى الكلمة. وهنا كمان صينية الكريب بتاعتنا طلعت، وريحة بقى جايبة ايه اخر الشارع، مش عايزة اقول لكم. حاجات كده سهلة وبسيطة، ما أخدتش معانا وقت ولا أخدت تكلفة كمان. يعني نص كيلو لحمة مفروم ده فاض منه، أنا محطتهوش كله وفايض منه. ممكن تعملي الصينية دي بربع كيلو لحمة مفرومة بس. طبقات الكريب كده باينة فوق بعضها، شكلها جنين وريحتها والطعم بتاعها حلو جدا. ويبقى استقبلنا كده العام الجديد برضو بحلو وحادق على قد الإيد. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون وصفاتي عجبتكم، جربوها. وإن شاء الله لو عجبتكم ياريت ندوس لايك للفيديو واشتراك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.